لما بنبص للسما بالليل بنلاقي نجوم بتلمع، نجوم متوزعة كأنها مرسومة. بس النجوم دي موجودة ليه؟ وازاي جسم بيبعد عننا آلاف السنين الضوئية ممكن ينقذ ناس في وسط البحر؟ وايه السر في ان القرآن الكريم من اكتر من 1400 سنة اتكلم عن النجوم؟ ورا كل نجم فيه قصة علمية عظيمة ورسالة من ربنا سبحانه وتعالى للي بيفكر وبيتأمل. في حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنتكلم على النجوم من منظورين: منظور علمي بيشرح ازاي النجوم بتتولد، ومنظور ديني من القرآن الكريم بيكشف لينا حاجات أعمق بكتير من مجرد منظر في السماء. النجوم هي عبارة عن أجسام ضخمة جدا بتتكون من مجموعة من الغازات المشتعلة، أهمها الهيدروجين والهيليوم. في قلب كل نجم بيحصل تفاعل اسمه الاندماج النووي، وده لما ذرات الهيدروجين بتندمج مع بعضها تحت ضغط وحرارة عالية جدا. في الحالة دي بيطلق كمية كبيرة جدا من الطاقة في صورة ضوء وحرارة، واللي بيخلي النجم يفضل منور ومستقر لفترات زمنية طويلة ممكن توصل لملايين السنين. هو التوازن بين نوعين من القوى: الأولى قوة الجاذبية ودي اللي بتضغط الغاز للداخل، والتانية ضغط الإشعاع والطاقة الناتجة من التفاعلات النووية اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، ودي بيكون اتجاهها للخارج.